الإخوة الأفاضل، الأخوات المحترمات، السلام عليكم. أنتم الآن على قناة زعيم. في هذه الحلقة سنتناول آيات تتكلم عن تحريف رسالات الله تعالى. والمشكل الكبير أيها الإخوة الأفاضل هو أن كلام الله تعالى الذي حرفوه فهموه وعقلوه واستوعبوه، ورغم ذلك حرفوه، يعني عن عمد، تعمدوا ذلك، وهذا أخطر عمل يقوم به الإنسان. نعم، أنت خلقتهم وبعثت لهم كتب، ولكن حقيقة كلامك لن تصل إليهم، بل كلامنا نحن هو الذي سيصل. هذا بالضبط هو ما قاموا به أيها الأخوة الكرام. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة. ونرى نفس القول في سورة الرعد أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الآية الأولى من سورة البقرة: أولئك هم الخاسرون، يعني الخسران. وهذا اللفظ سنراه كثيرا أيها الأخوة الكرام. أولئك هم الخاسرون، ولفظ الخسران لفظ خطير كما تعلمون. والآية الثانية من سورة الرعد تشرح وتبين الخسران المقصود: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة وسوء الدار، هل يوجد خسران آخر أكبر من هذا؟ لاحظوا لفظ يقطعون، ليس قطعوا في الماضي وانتهى الأمر، بل يقطعون بصيغة المضارع، وهذا يعني أن الأمر مستمر من عصر إلى عصر آخر، وهكذا. فعل خطير كما قلنا. والآن نفتح سورة البقرة مرة أخرى ونرى ماذا تقول في لفظ التحريف: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صنعوا بأنفسهم أعظم مصيبة لأنفسهم كما ترون، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لماذا فعلوا هذا الفعل الخطير وهم يعلمون؟ المصالح أيها الأخوة الكرام. هم ليسوا أغبياء ليقوموا بهذا العمل الخطير، لا، بل المصالح الدنيوية الشخصية هي السبب، ورسالة الله تعالى أتت لتمنعهم عن ذلك، كما نرى في آية أخرى من نفس السورة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم، وويل لهم مما يكسبون. وكتاب البخاري أغلى كتاب كما لا يخفاكم. أكبر كذبة وأعظم تحريف أصبح أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وبأغلى ثمن. هذا هو عجب الدنيا الثامن. الغاية هي حصد الأموال، المصالح كما قلنا. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. حتى لو باعوه بمال الدنيا فإنه ثمن قليل في نظر القرآن، لأن كلام الله تعالى لا ثمن له، ولكن بالنسبة إليهم فإنه مال كثير. وخير دليل السيارات الفخمة والقصور الفاخرة التي يملكونها. كل شيء أمام أنظاركم. هم أصلا ليسوا إلا آلات تحركها أيادي أعداء الدين الأكبر منهم بأحاديث من صنع أيديهم نسبوها للرسول الكريم، أعني الذين سبقوهم وحرفوا رسالات الله تعالى من قبلهم، ثم برمجوهم على هذا التحريف، ومن خلالهم استولوا على عقول الناس وأوصلوا لهم ما يريدونه هم وليس ما يريده الله تعالى. نعم أيها الإخوة الأفاضل، من خلال الشيوخ سيطروا على عقول الناس وأبعدوها عن حقيقة أهداف كلام الله تعالى. الأحاديث لعبت دورا مهما في هذه العملية، كلها كذب في كذب على الرسول الكريم، ولكن هي في الحقيقة كذب على الله تعالى، لأن الله تعالى هو من بعث الرسول الكريم،
القول قرآني وليس قول الرسول الكريم. وإذا حرفته وجعلت مكانه كلاما آخر يناسب هواك فأنت كذبت على الذي أرسل لك الكلام الذي حرفته، أي الله تعالى. وهذا بالضبط هو ما نراه في سورة آل عمران. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انظروا الألفاظ أيها الأخوة الكرام. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، كما نقول نحن أيضا يلوون عنق الآية ليجعلوها تتماشى مع أفكارهم هم، ويقولون لكم هذا هو دين الله تعالى. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، لتحسبوه من الكتاب، ولكن الحقيقة هي وما هو من الكتاب. وقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وهذا هو ما فعلوه بكتاب البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، أي دين منزل من عند الله تعالى. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يكذبون على الله تعالى، والمصيبة هي أنهم يعلمون بأنهم يكذبون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. افتراءات وأكاذيب لا تحصى بنص سورة النساء أيضا كما ترون. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. هذا هو ما أشرت إليه قبل دقائق. المصيبة العظمى هم الذين سبقوا شيوخ هذا القوم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بالتحريف يجعلونك تضل السبيل. والأحاديث ليست إلا تحريف محض لآيات القرآن قولا واحدا، ولهذا قلت لكم هي من صنعهم والرسول الكريم بريء منها. أدلة كثيرة أيها الإخوة الأفاضل كلها تدل بأن شيوخ اليوم ليسوا إلا آلات سيرت أيادي أخرى أكبر وأقوى وأعلم منها، ولا تزال تسيرها بقال فلان روى علان. نعود إلى سورة البقرة لنرى آية أخرى تعني القرآن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ثلاثة ألفاظ: البينات والهدى والناس، أي القرآن. والدليل قوله في آية أخرى من نفس السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نفس الألفاظ مع لفظي القرآن والفرقان. القرآن هدى للناس وبينات، ولفظ الفرقان أيضا ورد معهم. إذن كتموا حقائق آيات الله تعالى وأظهروا للناس الأباطيل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي في الكون، كقولهم الأرض كروية، الأرض لها جاذبية، صعدنا إلى القمر إلى آخره. كل هذا كلام فارغ. إذن من بعد ما بيناه أي القرآن للناس في الكتاب، هذه حقيقة واقعية، لأن تدبر آيات القرآن لوحدها غير كافي، لا بد من التفكر في الآيات الكونية أيضا، ثم تبحث وتقارن، لأن ما هو موجود في القرآن موجود في الآيات الكونية أيضا. وإذا تذكرتم فيديو نشرته قبل سنة ونصف تقريبا قلت لكم فيه الآيات الكونية تفضح الكهنة. نعم، لأن أحاديث الذين يسيرونهم لا تتعارض مع القرآن فقط، بل حتى مع الآيات الكونية. يقولون أشياء فترى أنت بعينيك أشياء أخرى تخالف ما قالوه، ولكن القرآن العكس أيها الأخوة الكرام. الآن نرى آية أخرى جد خطيرة من سورة الأعراف، آية ستجعل كل من افترى على الله تعالى سيندم وسيطلب شفيع أو يعود إلى الدنيا.
ليس ليصلي ويصوم ويحج ليغسل ذنوبه، بل ليغير عمله الذي كان يعمله في حياته. لاحظوا دقة الألفاظ. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل ما كانوا يعملونه من تحريف لدين الله تعالى من أجل مصالحهم في مهب الريح. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. انظروا السؤال الأول، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هذا مستحيل، ولذلك لم يسكتوا بل طلبوا طلبا آخر أكثر استحالة من الطلب الأول، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لا يمكن أن يعودوا، ولكن المهم هو أن يخرجوا من مأزق الافتراء الذي عملوه. نعم عملوه، فالافتراء القرآني قول وعمل في نفس الوقت. أولا بدليل لفظ العمل الذي ورد مع لفظ الافتراء في الآية، فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثانيا الصلاة الحركية مثلا، والحج والذهاب إلى الكنائس أيضا. وهنا سأقف وقفة قصيرة لأرد على أخ محترم سألني في تعليق على الفيديو السابق: كم أعطوك من الدولارات لتتكلم عن الإسلام؟ يعني عن الموروث والأحاديث والبخاري إلى آخره. أقول لك أخي الفاضل، نعم أنت على حق، أعطوني دولارات كثيرة لأعارض مساجد الموروث الإسلامي، ولأقول عن كنائسهم هم أيضا بأنها كلام فارغ. قالوا لي قل عن كنائس الدنيا أيضا لا علاقة لك بدين الله تعالى، مثلك مثل مساجد الموروث. نعم قالوا لي قل لمتابعيك التحريف الذي أطالكم نحن منبعه أصلا. هل تيقنت الآن بأنهم يمولونني بالدولارات؟ أرجو أن تفهم الجواب، وأعود إلى قوله فنعمل غير الذي كنا نعمل. وهذا مستحيل كما قلنا، لأن الرد الحق الصريح واضح: لا شفاعة ولا عودة. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قد خسروا أنفسهم، الخسران. أنت أخي الإنسان الكريم، إذا خسرت في أي مباراة دنيوية كيف ما كان نوعها، في كرة القدم مثلا، السباحة، الدراسة إلى آخره، لا يمكن أن تشعر بالفرحة بل ستحزن. وهذه ليست إلا مباراة دنيوية، فما بالك بشعورك حين ترى وتتيقن بأنك خسرت نفسك يوم الحساب؟ أعني الذين لا يزالون يروجون لافتراءات الأحاديث وهم يعلمون. نعم يعلمون، لأن حقائق الآيات القرآنية واضحة أمام أعينهم، يرونها ويعلمون مرادها علم اليقين. والسلام عليكم.